أهنئ أسرها وأساتذتها، أهنئ الجميع بهذا الحفل الكريم الذي يعلي من قيمة العلم وقيمة العلماء، هذه القيمة التي اندثرت أو كادت أن تندثر وعلت بدلا منها قيم أخرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن تزول قريبا. في أبو الشقاف لا يكون المقام هنا مقام أمثال، فنحن وسط أهل القرآن، أهل الله وخاصته، فالمعذرة كل المعذرة أن أقف في هذا المكان وحضراتكم يعني تستمعون إليه، أرجو المعذرة. هذا الحفل أيها الإخوة الأحبة هو خير رد على من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتساءل الناس كثيرا كيف نرد على من أساء إلى رسول الله؟ وطبعا الإساءة دي مستمرة ومتواصلة وبتأتي في أوقات محددة وبطريقة معينة وبتكتيك معين. كيف نرد؟ نرد بأمثال هذه الحفلات. نحن نعلي من قيمة العلم، نعلي من قيمة التفوق. رسولنا صلى الله عليه وسلم النهارده مش هيفرح بشوية مظاهرات وشوية شغب احنا بنعملها وحد خطوب، مش هيفرح بكده، لكن يفرح لما يلاقي امته تأكل مما تزرع، يفرح لما يلاقي امته تتقن عملها صناعتها وتعليمها، لما يلاقي امته كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. يفرح حين نتواصى جميعا ونعمق فيما بيننا قيم الاسلام العظيمه من بر الوالدين والاحسان الى الجار وتفريج كرب المكروبين. هذا ما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اسال نفسي لو ان النبي احياه الله عز وجل ليرانا الان، هيقول دي امتي؟ هيقول ان احنا اهل القرآن واهل الاسلام واهل السنة؟ ابدا والله. نحن هيلاقي نمط الكهرباء مستوردين والكريستال ده مستوردين والسلك ده مستوردين والعربية اللي بنركبوا عليها مستوردينها والوشي النفسي مستوردين والنظارات مستوردينها والقطر مستوردين والطيارة مستوردينها، الله، والاكل اللي بناكلوه مستوردين والدقيق بنستوردوه. هل دي امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دي خير أمة أخرجت للناس؟ أبدا والله. ما يسعد الرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو مثل هذه الملتقيات التي تعلي من شأن العلم ومن شأن التفوق. طلب العلم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يعني الإتقان، يعني التجويد، أرقى من الإتقان، أعلى من الإتقان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرد ذبيحته. إن الله يحب مين؟ يحب مين؟ إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب العبد المحترف أي صاحب الحرص. ده دين، هذا إسلام، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أردنا أن ندافع عن النبي وأن نرد كيد الكائدين عنه فبأن نحيي هذه القيم، تحيا هذه القيم فيما بيننا. أما نحن نعمل شوية كلام كده ونحب النبي ويحب النبي يسب ولا يحب النبي يسجف وخلاص، كلام ما ينفعش. هذا لا يحيي أمة ولا يقيم نهضة، هذا كلام يؤثرنا ويوصلنا. وما تجرأ علينا من تجرأ، وما تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجرأ إلا بتجرؤنا نحن أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أساء من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإساءتنا نحن أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنسيء الرسول بمخالفة أفعالنا
اقوالهم. الافعال شيء والاقوال شيء. بنخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقيم هديه وخلقه وسنته وشرعه، بنضيع كل ده وندعي اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضيع كل ده وندعي اننا نؤيد وندافع وننافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر عايزين يعني ما تاخدناش العاطفه او الانفعالات الغير مدروسه ونروح نحاصر سفاره او نقتل كذا او نعمل كذا او نحرق سيارات او نخرب بيوتنا بايدينا، هذا لا يليق بنا. خير رد على من اساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حقكم هذا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير، ان يجمعنا دائما ونحن نحيي قيم الاسلام العظيم، اجمعنا ربنا عز وجل دائما ونحن نعلي من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ونرفع رايته ونعلي كلمته. اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لابنائنا المتفوقين مزيدا من التفوق، وان يكتب لهم مزيدا من التوفيق، ليكونوا علامات مضيئه، ليكونوا علماء الامه، ليكونوا قاده الامه في مستقبل مشرق زاهر باذن الله. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسلام.